كان عندي واحد من رجال الأعمال في شرم الشيخ برضو، القصة دي أنا حكيتها برضو قبل كده. احنا كان عندنا يوم الحد هناك في قداسين، قداس من 6 ل8 وقداس كان من 9 ل11. الراجل ده كان معتاد يصلي القداس بتاع يوم الحد من 9 ل11، وبقاله سنين على هذا الموضوع ما بيغيروش. فمرة جالي ووشه متكدر كده شوية، بقول له مالك حبيبي في ايه؟ بيقول لي عندي مشكلة كبيرة يا ابونا. قلت له ايه؟ الشغل باظ؟ السياحة وقفت؟ قال لي لا كله كويس نشكر ربنا. قال لي بس عندي ملف روسي، الشركة جاية تمضي معايا ملف سياح يعني جروبات وكده. فقلت له طب دي حاجة كويسة مبروك، انت زعلان ليه يعني؟ قال لي لا ما هم جايين يمضوا معايا يوم الحد الساعة 10 الصبح، وانت عارف ان انا قداسي اللي دايما بحضره يوم الحد من 9 ل11. فالطبيعي قلت له ايه؟ شفت زيكم كده، عملت زيكم. قلت له عادي، طب ما خلاص احضر قداس من 6 ل8 واطلع على الشغل، وهو يجي لك الساعة 10 الشركة تجي لك وتبقى حضرت قداسك الصبح وتناولت ورحت الشغل. ده راح لقيته بص لي كده، حسسني ان انا قلت جريمة. قال لي يا ابونا بقى انا مدي ربنا وعد في حياتي ان انا احضر القداس ده، وعشان خاطر شغل ابديه عن ربنا؟ قلت له لا انت مش هتبديه، انت هتحضر القداس الصبح بقى قبله، يعني انت مش هتلغي اليوم يعني. قال لي لا انا قايل لربنا انا باجي لك من 9 ل11، ما خليش حاجة تبقى عليه أولى. ولغى الاتفاق، كان الاتفاق بملايين، حوالي 5 مليون العقد، لغاه مرضاش يمضيه. كان جد مع ربنا، عقد ب5 مليون، جد مع ربنا. تجد مع ربنا. طبعا ربنا ما بيباتش مديون. جالي بعدها بحوالي 3-4 شهور كده وقال لي فاكر الموضوع كذا كذا كذا؟ قلت له فاكره. قال لي جالي بعدها بأسبوع شركة منافسة روسية ب25 مليون، 5 أضعاف. قال لي ربنا ما يباتش مديون أبدا، بس واحد جاد معاه. قال له يا رب ده وقتك، أنا ما أقدرش أجي عليه. أنت جد مع ربنا في كده ولا لأ؟